مدرسة رائدة بفريق رائد بمدير رائد. اليوم نحس بأن إصلاحا قد دخل بالفعل إلى داخل المؤسسة التعليمية ودخل إلى داخل الأقسام وحقق ما كانت تصبو إليه خارج الطريق بأهدافها الاستراتيجية الثلاث: هدف جودة التعلمات، هدف ديال الاحتفاظ بالتلاميذ، وهدف التفتح من خلال المؤسسة اللي كتعكس فعلا الفلسفة ديال خارج الطريق والأهداف ديالها والمحاور ديالها، الأهداف الاستراتيجية وكذلك المحاور الأساس اللي كتمس التلميذ والأستاذ والمؤسسة. نحن في فضاء جد جذاب ومغري، وكذلك أساتذة مكونون مؤهلون منخرطون انخراط كلي وفعلي وطوعي وإيجابي في إنجاح هذه الخريطة، وكذلك تلاميذ عبروا، وكذلك كانت نتائج تعلماتهم مرضية جد مرضية، وخاصة أبانت عليها الأبواب المفتوحة للناس المدينة، أقبلوا على الانخراط في هذه المؤسسة والتسجيل ديالها، وكانت نسب ديال التسجيل، ومتوقع أنه هذه المؤسسة تكون واحد المؤسسة اللي هي نموذجية، وهي بالفعل مؤسسة نموذجية إن على مستوى الفضاء أو على مستوى الأطر أو حتى على مستوى الشركاء والمحيط ديالها في هذه المؤسسة. من هذا المنبر كنبغي نوجه الشكر الجزيل لهذه المؤسسة والمدير ديالها الرائد والاساتذه ديالها في الرائدين، سواء اساتذه المواد التعليميه وكذلك مواد التفتح، المركز الرياضي، الناس الجمعيات المنخرطه في الجداريات وفي التشجير وفي الانخراط، وكذلك نبغي نشكر السلطات المحليه اللي انخرطت بقوه في هذه المدرسه وساعدت هذه المدرسه انها تكون واحد المدرسه اللي هي مدرسه فعلا نموذجيه ورائده. المدرسه الجديده انخرطت في تنزيل مشروع مؤسسة الريادة بكل جدية ومسؤولية وبحماس منذ البداية الأولى لتنزيل هذا المشروع ولتطوير الممارسة الصفية للأساتذة العاملين بالمؤسسة. يعني المدرسة عبأت كل الإمكانيات المتاحة لها، عبأت كل الشركاء سواء الداخليين أو الخارجيين، وتمكنت بالفعل من تنزيل يعني هذا المشروع وفق المكونات الأربع التي جاءت بها مذكرة الإطار 022/23. يعني المكون الأول المتعلق بالطاقة، يعني أي التدريس وفق المستوى المناسب، يعني مر في ظروف جد جيدة. ثم جاءت مرحلة التدريس الصريح الذي تمكن من خلاله الأساتذة من تطوير ممارستهم الصفية ومن تطوير أداء المتعلمين بمقاربة جيدة، مقاربة يعني فعالة، يعني مكنت التلاميذ من التفاعل بإيجابية. ثم المكون الثالث يعني الذي جعل هذه المؤسسة يعني تكون رائدة بالفعل، وهو يعني الفضاء المؤسسي الجذاب الذي جعل التلاميذ يعني يلجون إليه بكل حماس. فضاء عرف يعني شكلا مغايرا عما سبق من حيث الجداريات، من حيث الفضاء الأخضر. أضيف إلى ذلك التلاميذ استفادوا من مقاربة التدريس بالتخصص التي مكنت من يعني تحسين مستواهم في التخصصات المطبقة، يعني تخصص اللغة العربية، تخصص اللغة الفرنسية، تخصص الرياضيات والعلوم. المكون الأخير وهو مكون يعني تأهيل الفضاء الذي ساهمت المديرية يعني بكل جدية في تأهيله، وساهمت المؤسسة بمختلف الوسائل المتاحة بمعية الشركاء، جمعية الآباء على رأسهم. بالمناسبة أحييهم على انخراطهم، الجامعة أيضا في شخص ممثلها ورئيسها يعني على تفاعله، السلطات المحلية أيضا لابد أن ننوه بتعاونها، وايضا يعني ننوه بجميع الجمعيات المجتمع المدني التي انخرطت معنا في تنزيل هذا المشروع، منها يعني منظمة سفراء السلام التي انخرطت بجداريات تربوية هادفة، وجمعية أصدقاء المدارس التي ساهمت في تأهيل وتجهيز قاعات متعددة الوسائط. هذا المشروع تم تنزيله وتصريفه بكيفية ذكية وبكيفية مرنة في هذه المدرسة، لأن وجدت أرضية خصبة، هناك تفاعل الأساتذة والأستاذات مع جميع المقاربات المنزلة، سواء طارل أو التدريس الصريح، بالإضافة إلى توليفات بيداغوجية أخرى تتفاعل ما بين
البيداغوجيه الاولى والبيداغوجيه الثانيه. في حقيقه الامر ما تعبناش في مقاربه هذا النموذج البيداغوجي الطموح اللي هو اول وقبل كل شيء اعطى نتائج جد ايجابيه، انطلاقا من الارتصامات ديال الاستاذات والاساتذه والتفاعل ديالهم، وكذلك انطلاقا من النتائج المحققه على مستوى التعليمي التعلمي ديال المتعلمين في علاقتهم مع المواد الاداتيه اللي هي مستهدفه بهذا البرنامجين النموذجين البيداغوجيين طار والتدريس الصريح. وكذلك تميزات هذه المؤسسه المدرسه الجديده اولا بانها تفاعلت مع 4 ديال الاشرحه ولا 4 ديال الاعمده اللي هي الركن الاساسي ديال مؤسسه الرياده. اولا طبقات طارل، ثم طبقات التدريس الصريح، فضاء جداب، وبالاضافه الى انها اعتمدت مقاربه التخصص. اذا وهذا الشيء كل شيء كنشكر المجهودات المبذوله من طرف السيد المدير المؤسسه، ثم الاستاذات والاساتذه، وكذلك السلطات الاقليميه التربويه، المدير الاقليمي والمنسق الاقليمي من المشروع، دون ان ننسى كذلك التدخل والسياق والتوجيه ديال السيده مديره الاكاديميه، بالاضافه الى الفاعلين الجهويين، رئيس القسم ومجموعه من الاطر الجهويه اللي كتنسق معنا كذلك. تجربه المؤسسات الرائده من بين التجارب التي تشهد على الديناميه التربويه التي تعرفها المدارس، التي تعرفها منظومه التربيه والتكوين، لا سيما مع تنزيل برامج اطار التنزيل الاجرائي لخارطه الطريق التي تنشد في عمقها احداث تحول حقيقي على مستوى الفصول الدراسيه وتحسين جاذبيه المؤسسات التعليميه وتعزيز القدرات التكوينيه للاساتذه الذين سيسهرون بمعيه كافه الاطر التربويه على تنزيل هذا البرنامج الطموح. منذ البدايه استفاد الاساتذه من تكوين يمكنهم طبيعة الحال من تنزيل إجراءات هذا المشروع. وطبيعة الحال تكوين تلقى جميع الأساتذة ديال المؤسسة تلقوا تكوينا نظريا فيما يخص المقاربة، مقاربة طرل أو التدريس، مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب. أيضا الأساتذة تدربوا على استعمال الروائز التي تمكنهم من تفييع المتعلمين. أيضا خلال هذا التكوين تلقى الأساتذة أو تدربوا على إجراءات أو على كيفية إجراءات مختلف الأنشطة التي تخص المواد الثلاث اللي هي العربية والفرنسية والرياضيات بطبيعة الحال. مباشرة بعد دخولنا بطبيعة الحال وجدنا المدرسة في حلة جديدة، وجدنا بوسائل جديدة بطبيعة الحال، لأن هذه الوسائل هذه مهمة خصوصا بالنسبة للتعليم في الابتدائي، مما ساعد أيضا على إجراءات هذا هو المواكبة من طرف السيد المفتش أيضا الذي يوجه ويدقق ويصوب. كانت مواكبة حقيقية. كانت أيضا تدخلات من أطراف أخرى، كان المدير أيضا قائم الدور ديالو على أكمل وجه. تواصل الآباء أيضا ساعد على التنزيل الحقيقي والفعلي لهذا ما تلقاه الأساتذة أثناء التكوين. هذا ما يميز التكوين الذي تلقيناه، هو أنه قابل، وجدنا أثناء التنزيل أنه قابل للأجراءة والتفعيل داخل الفصول الدراسية بما يخدم المتعلمين. من وجهة نظري أن المدرسة الجديدة أصبحت من أهم المدارس المتواجدة بإقليم طاطا، لأنها أصبحت مدرسة رائدة، وبدأنا ندرس بطرق مختلفة ونتعلم أشياء لم نتعلمها من قبل،
وتوجد أنشطة ثقافية ورياضية، وتغيرت معاملة الأساتذة بنا نحن التلاميذ، ونحن نشكر السيد المدير. سابقا كنت في مدرسة خاصة، لاحظت بعض التغييرات بين مدرسة الجديدة الآن ومدرستي الخاصة التي كنت بها بالنسبة للغات. ففعلا المدرسة الخاصة كانت تركز على اللغة العالمية الفرنسية، والآن صارت مدرسة الجديدة تركز أيضا على تعليمنا أسس واللغات، وأيضا تزودت أيضا بمعدات ساعدتنا على فهم الدروس. ومن بعض تلك المعدات هو المسلاط الضوئي. أيضا بالنسبة للدروس فأعيد ترتيبها وأعيد طريقة الشرح. سابقا كنا نستخدم سبورة كثيرا وكان الوقت لا يكفينا. سابقا كنا نكتب في السبورات، وكنت لا أستطيع النهوض إلى السبورة كي أكتب، والآن نكتفي برفع أصابعنا ونجيب ويخرج الأستاذ الجواب الصحيح. المساليط الضوئية والطاولات صارت أصغر، لم تعد طويلة كما كانت وصرنا نقوم بأنشطة ونبقى سعداء في القسم. الحمد لله انه عندنا واحد اللي هو ذاك التواصل اللي درنا، انه استبشرنا فيه خير بالنسبه للاباء وكذلك التلاميذ والاساتذه وبالذات المدير اللي هو تواصل معنا ديما على اساس انه يكون بيننا تواصل جدي. الاباء انهم حتى هما راه استبشروا خير اللي هو مزيان على الصعيد هذه المدرسه. لاحظنا بشكل ملموس تحسن كبير في مستوى المتعلمين والمتعلمات ومردوديتهم. فبالنسبة لنتائج الأسدوس الأول فكانت نتائج جيدة جدا، كما لاحظنا تغير جذري على مستوى المدرسة، عرفته المدرسة على مستوى البنايات والجداريات والمساحات الخضراء، كما تم تجهيز الأقسام بمستلزمات حديثة كالمسلاط الضوئي، طاولات، مكبرات الصوت، حاسوب للأساتذة والأركان القرائية. بهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للأطر التربوية على مجهوداتهم الجبارة المبذولة منذ سنوات، كما أشكر جزيل الشكر السيد المدير محمد إيد حماد على جهوده المتواصلة، وبفضله عرفت مدرستنا تغيرا جذريا على مستوى مردودية فلذات أكبادنا وعلى مستوى التأهيل والفضاء الجذاب. فمدرستنا كانت وأصبحت رائدة بمعنى الكلمة، ونتمنى التوفيق للجميع. منذ أن قامت بتبني مشروع المدرسة الرائدة، إلا نلاحظ أن هناك مجموعة من التطورات على مستوى التلاميذ. فمدرسة الجديدة بأطورها الفعالة وعلى رأسهم السيد حماد مدير المؤسسة، فهناك مجهودات جبارة لإنجاح هذا المشروع. لاحظوا أن هناك تغيير في هيكلة ديال المؤسسة. هناك قاعة مجهزة بالداتا شو وتقنيات متطورة للتدريس، وهذا جد إيجابي على مستوى التدريس.